عشرات الصيادين فقدوا أصابعهم أو جزء من أطرافهم بسبب السمكة دي مش مجرد سمكة عادية بتعوم في المية، دي بتعيش في الأعماق المظلمة في المحيط، وربنا وهب لها شكل مخيف جدا بأسنان بارزة وفكوك قوية لدرجة خيالية. الصيادين بيسموها سمكة الذئب مش بس عشان شكلها، لكن عشان شراستها وقدرتها على سحق أي حاجة تقابلها. أنت متخيل إن فكها ده مخصص عشان يطحن أصداف البحر الصلبة؟ العظم بالنسبة له أكنه بياكل قطع بسكوت. لكن خلونا في المهم، إيه اللي بيخلي السمكة دي مرعبة جدا للصيادين لدرجة إنهم بيتعاملوا معاها بحذر أكتر من القرش ذات نفسه؟ السر هنا مش وهي عايشة، السر في عضة الموت اللي بتيجي بعد ما قلبها ما يقف تماما. المعروف في الطبيعي ان الكائن لما بيموت اجهزته بتقف، لكن السمكة الدئ عندها رأي تاني خالص. الخلايا العصبية اللي في دماغها بتفضل نشطة جدا لفترة طويلة بعد الانفصال عن جسمها. بمجرد ما اي حد يلمس فكها حتى لو راسها مقطوعة بقالها فترة، بيحصل رد فعل عصبي لا إرادي وسريع جدا. الفك بيتقفل بقوة ضغط رهيبة كفيلة انها تقطع صوابع الانسان بالكامل في لمح البصر. في فيديوهات كتيرة انتشرت بتوريك الراس وهي بتهاجم على علبة الكنز وبتقطعها تماما، وده اللي يثبت ان الوعي العصبي عندها ملوش علاقة بالحياة او الموت. في النهاية حابب اقول ان سمكة الدئب بتفكرنا ان الطبيعة دايما فيها اسرار بتتخطى حدود منطق البشر، وان الحذر واجب حتى مع كائنات انت مفكر انها خلاص استسلمت. تفتكر لو انت كنت مكان الصياد ولقيت الراس دي قدامك كنت هتعمل ايه؟